بيكم. عالم الطيور عالم مميز جدا. في طيور مش بس تحب تشوفها من جمالها، لا وكمان تعشق تسمع صوتها. وفي طيور غريبة جدا علينا، منها المهدد بالانقراض للأسف. وهكلمكم النهاردة عن أغرب 10 أنواع طيور في العالم، وده الجزء الأول. بس قبل ما نبدأ، أنا دكتورة سلمى ودي قناتي عالم الطبيعة. ادعمنا بالاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. أول طائر معانا طائر الشويبل أو طائر أبو مركوب، وليه مسميات عديدة زي بجع الموت أو رأس الحوت، وبيسمى برضو بحذاء النيل الأبيض. الطائر ده استوطن منذ آلاف السنين القارة الإفريقية، وبيعيش في المستنقعات بتاعة نهر النيل، وتحديدا من السودان وحتى أوغندا. وتسمى بالاسم ده بسبب منقاره الضخم. فالمركوب في السودان بمعنى الحذاء، ده لأنه منقاره بيزيد حجمه عن رأسه بأكتر من الضعف. طائر أبو مركوب من الطيور الكبيرة نوعا ما، طوله بيوصل نحو 120 سنتي ووزنه 7 كيلو جرام، ورقبته طويلة وليه ساقان طويلتان. ويتغذى على الضفادع والزواحف والتعابين والأسماك، وحتى التماسيح الصغيرة لن تنجو من منقاره الضخم. الطيور دي من سلالة الديناصورات المعروفة باسم وحشيات الأرجل أو الثيريبودا. والغريب في الطائر ده إنه بيصدر أصوات مخيفة جدا، أشبه بالمدفع الرشاش في أوقات التزاوج أو لإخافة الأعداء. يتواصل الذكر مع أنثاه في موسم التزاوج عن طريق الصوت، وبيتم التزاوج في موسم الجفاف لحماية العش من الفيضانات. يضع العش في المستنقعات، وبتضع الأنثى بيضتان أو 3، وبيتناوب الزوجان على رعاية البيض. والطائر ده معروف بانعزاليته، ولا يجتمع بفصيلته إلا في فترة التزاوج. والطائر ده للأسف مهدد بالانقراض، والإنسان هو السبب بسبب تدمير الإنسان للبيئة، ومنها المستنقعات اللي هي بيئته الأصلية، وبرضه بسبب الصيد الجائر والاتجار فيه بسبب شكله الغريب. بالرغم شكله المخيف ده، إلا إنه طيب ومسالم جدا وهادي وقليل ما يتحرك، وبيعيش لحد 35 عام. طائر هواتزن هو من الطيور الغريبة، شكله يشبه الديناصورات. بيرجع عمره ل 64 مليون سنة بعد فترة وجيزة من الانقراض الكبير اللي قتل معظم الديناصورات. طائر هواتزن هو طائر استوائي، بيعيش في المستنقعات في حوض الأمازون وأمريكا الجنوبية، وبيحب يعيش في مجموعات اجتماعية. الغريب فيهم إن معدتهم تشبه الأبقار والأغنام. يقوم هواتزن بهضم طعامه بمساعدة التخمير البكتيري، عشان كده الطائر ده بيتسم بالرائحة الكريهة. بيوصل طوله ل 65 سنتي، ورقبته طويلة ورأسه صغير، ووجهه أزرق خالي من الشعر، وعينه لونها أحمر. الطائر ده بيصدر أصوات عالية جدا زي الأهات والنعيق، وبيستخدم الصوت ده للتواصل مع المجموعات بتاعته أو للتنبيه في حالة ظهور الدخلاء. الصغار بتستخدم الصوت لطلب الطعام، وهو من الطيور القادرة على السباحة في الماء، وهو طائر نوعه نادر جدا. حمامة فيكتوريا المتوجة هي حمامة كبيرة بديعة الجمال، وتم تسميتها بالاسم ده نسبة للملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا العظمى. الحمامة دي لونها أزرق رمادي جميل جدا، عندها قمة من الريش أعلى رأسها تشبه التاج المزين بالدانتيل الأبيض. عيونها حمراء رائعة الجمال سبحان الله، وبيطلق عليها ملكة جمال الحمام. بتتغذى على الفواكه زي التوت، لكن الحمامة دي ما عندهاش بعض الأعضاء زي المثانة والغدد الدهنية الموجودة في أغلب أنواع الطيور التانية. الحمامة دي عندها القدرة على إنتاج الحليب، اللي بيمتلك تركيب كيميائي ما بيختلفش عن التركيب الكيميائي للحليب اللي بتنتجه الثدييات، وهي من أكثر الطيور النادرة في العالم. وبيقوم الذكر بعمل حركات بهلوانية لجذب الأنثى بتاعته، وبتضع الأنثى في كل مرة بيضة واحدة. بيقوم الذكر والأنثى برعايتها لمدة 30 يوم لحد ما تفقس. طائر أبو القرن الأرضي الجنوبي بيتميز بعيونه الواسعة ورموشه الطويلة اللي بتجذب النظر ليه جدا، وخدوده الحمراء بشكلها الطبيعي وكأنه حاطط مكياج سبحان الخالق العظيم. طائر أبو القرن من أكبر الطيور في عالمنا، بيعيش عادة في مجموعات موجودة في شمال ناميبيا وأنجولا إلى شمال جنوب أفريقيا، وبيتغذى على الحشرات والضفادع والسحالي وبرضه التعابين. وفي مقطع ظهر ليه وهو بيلتهم أفعى حية هي الأخطر في العالم في أحد الحقول بمقاطعة ليموبو جنوب أفريقيا. بيتواصلوا طيور أبو القرن مع بعضهم البعض من خلال الصوت والنداءات الصاخبة. هو طائر ماهر بيستخدم أساليبه الفريدة في صيد الأفاعي، وتقلصت أعداده في البرية للأسف بسبب فقدان الموائل واستخدام المبيدات الحشرية.
والطائر ده بيحظى بأهمية لدى بعض الثقافات المحلية في أفريقيا بوصفه نذيرا للأمطار، وهو أحد الأنواع للأسف المهددة بخطر الانقراض. طائر الفرقاطة الرائعة، الطائر ده لو شفته مرة واحدة في حياتك عمرك ما هتنسى شكله. بيعيش على طول سواحل الأمريكتين والبحر الكاريبي. بيشتهر بحنجرته الحمراء اللي بتنتفخ زي البالون في موسم التزاوج. ومش بس كده، ده بيتمتع بجناحين كبيرين مقارنة بوزن جسمه. بيحلق بشكل مستمر ولمدة طويلة. ومن الملفت للانتباه إن طيور الفرقاطة الرائعة ما بتقدرش السباحة ولا الطيران بسهولة. هي بتحلق فوق مياه المحيط، وبتنقض على الكائنات البحرية اللي بتسبح قرب السطح، وبتلتقطها بمناقيرها الطويلة المعكوفة. والطائر الغريب ده لص بمعنى الكلمة، بيقدر ياخد طعامه من خلال سرقة بيض الطيور التانية. أو تخيلوا بيعمل إيه؟ بيجبر الطيور التانية على تقيؤ طعامها اللي كلته، في إنه بيمسك ديلها ويهزها عشان تخرج الطعام من أجوافها. طائر غريب جدا. ومن الصفات الغريبة برضو اللي بتميزه إنه لا يتزاوج إلا كل عامين، لأنه بيقضي حياته كلها مع شريك واحد، وبيفضل العناية بصغاره، وبيقضي وقت أطول معاهم من باقي أصناف الطيور التانية. طائر الجنة ملك ساكسونيا، الطائر الجميل ده موطنه الأصلي هي غينيا الجديدة. بيتميز بلونيه الأصفر والأسود وعينه الزرقاء المائلة للخضار، لكن اللي بيجعله غريب وكأنه جاي من الفضاء هو الريشتين الطويلتان جدا اللي خارجين من راسه. بيستخدم الذكر الريشتين دول اللي بيوصل طولهم لحوالي 50 سنتي في عروض التودد لأنثاه في فترة التزاوج. عشان يجذب انتباهها بيحركهم في مختلف الاتجاهات وبيلفهم حواليها. الطائر ده بيصدر صوت غريب شبيه بموجات الراديو. أما لون أنثاه فهو بني مائل للأخضر، وما عندهاش الريشتين دول اللي بيميزوا الذكر. وبعد التزاوج الأنثى بتربي صغارها وحدها دون مشاركة الذكر. طائر خرشنا الإنكا، الطائر الجميل ده عنده شارب أبيض أنيق جدا وموجود عند إناثه وذكوره، وده اللي بيجعله من أغرب الطيور. الطائر البحري ده بيعيش في أمريكا الجنوبية على سواحل المحيط الهادي الممتدة بين بيرو وتشيلي، في المكان اللي كان أرض حضارة الإنكا القديمة. عشان كده ده سبب تسميته بالاسم ده. بيغلب عليه اللون الرمادي الغامق، ويصطبغ منقاره وقدماه باللون الأحمر. الطيور دي بتعيش في مجموعات فيها الآلاف قرب المية، وبيقدروا يغوصوا لصيد سمك الأنشوجة والأسماك الصغيرة التانية. ولو معرفوش ياخدوا طعامهم بيسرقوه من أفواه أسود البحر والدلافين. بتقضي طيور خرشنا الإنكا حياتها مع شريك واحد بس، وبتزاوجوا مرتين في العام. وأثناء فترة التودد بيلاحق الذكر والأنثى بعضهم في عرض طائري جميل. كل واحد منهم بيحمل سمكة في فمه وبيقدمها هدية للتاني معبرا عن حبه. رومانسي أوي الطائر ده. طائر التوقان ذو المنقار الطويل، بيشتهر بمنقار ضخم حجمه ضعف حجم الجسم تقريبا، وبيكون منقاره ملون بألوان جميلة وحاد جدا زي المقص. بيستخدمه الطائر عشان يحصل على غذائه وهو الفاكهة وأحيانا الحشرات والسحالي. واللي يشوف المنقار ده يفتكر ان هو وزنه تقيل، لكن المنقار ده خفيف جدا. وطائر الطوقان جسمه صغير وأجنحته قصيرة لكن لسانه طويل. والطائر ده بيعيش في المناطق الاستوائية والغابات، وهو غير قادر على الطيران لمسافات طويلة. طائر البادجي ذو الريش، الطائر ده غريب إلى حد ما. في طفرة جينية نادرة في الريش بتاعه، بحيث ان الريش بتاعه مجعد. بيكون شكل الطائر كأنه صخري ما بيتحركش، ولا انت شايف وشه ولا عينيه. شكله فريد من نوعه وجميل قوي سبحان الله. لكن على الرغم من جماله ده، لكن الطفرة دي بتقلل للأسف من عمره، عشان كده بيموتوا صغيرين. وأخيرا طائر البتهوي، الطائر ده بيتواجد في غينيا الجديدة. وبتكمن غرابة الطائر ده في إنه حاجة غريبة جدا هتسمعها، إنه الطائر الوحيد السام من بين الطيور. بيحتوي ريشه على درجة عالية من السم، وهو نفس نوع السم الموجود عند الضفادع اللي في المنطقة بتاعته. وده عشان يحمي نفسه من المفترسات الموجودة في نفس المنطقة اللي تعرف ذلك وتتجنبه. سبحان الخالق العظيم الذي خلق فأبدع. لو وصلت معايا لحد هنا فأنا بشكرك جدا، انت من الأبطال الحقيقيين. واكتب لي في التعليقات، واستنوني في الجزء الثاني إن شاء الله. ودمتم في أمان الله، مع السلامة.